واتحديت حضر موت وعملت لكم احلى صينيه مشاوي هتعجبكم جدا جدا، ولازم تجربوها في العيد. مساء الهنا، مساء الخير، مساء السعاده عليكم يا حلوين. اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي، قناه سوبر ماما، وفيديو جديد معايا. النهارده هنعمل مع بعض كده شويه كباب، حاجه فاخر من الاخر. وهنعمل الكفته الطرب، وهنعمل كفته عاديه، وهنعمل الكباب مشوي بدون تدخين وبدون شوايه وبدون فحم وبدون بهدله في الشقه. يلا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ نعمل الصينية الجميلة جدا جدا دي، التحفة جدا جدا، لازم كلكم تجربوها. متشكرة جدا جدا على الكومنتات الجميلة جدا اللي جت لي على فيديو فتة العيد. ربنا يخليكم لي يا رب، ودايما معايا وقناتي منورة بيكم. شايفين؟ اللهم بارك. النهاردة كيلو بس لحمة عادية، ومعاه والله ربع كيلو، حاجة بسيطة كده، كمية صغيرة. هنعمل منها نوعين كفتة، حاجة خطيرة جدا. هنعمل الصينية الروعة جدا جدا دي اللي تفتخري بيها كده في عزوماتك، لو عازمين حد ممكن تعملوها غدا محترم جدا في العيد. يلا عشان نروق على اولادنا كده في العيد، وكل سنة وانتم طيبين وبخير، وعيد الهنا والسعادة علينا يا حلوين. يلا لو عجبكم الفيديو معايا النهاردة متنسوش تعملوا لي كومنت لطيف زيكم. يلا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ نشوف بقى احنا عملنا ايه. وعملت لكم جنب المشاوي عملت شوية عيش محمصين كده، يا سلام بقى بشوية طحينة مع الكفتة، حاجة جامدة جدا. شايفين؟ اللهم بارك. وشويه شيبس كده، وظبطنا الصينيه كده وعملنا فيها كل حاجه. انا عايزه اقول لكم اللهم بارك، الصينيه دي بقالها يومين تقريبا مش عايزه تخلص، بمقادير بسيطه جدا وباقل الامكانيات، زي ما انتم متعودين معايا على قناتي قناه سوبر ماما اللي منوره بيكم يا حلوين. هنعمل مع بعض النهارده الصينيه الخطيره جدا جدا دي. ولو انتم حابين وصفه معينه يا حلوين يا ريت تقولوا لي عليها في الكومنتات، وانا اعملها لكم على القناه عندي، ونجربها مع بعض كده ونشوف. تمام كده، يلا بينا كده نصلي على النبي محمد ونشوف هنعمل الصينية الخطيرة جدا دي ازاي، والمقادير خفيفة معانا. شايفين الشيبس ده؟ الشيبس ده انا جايباه من بره، طبعا مش صحي يا حلوين، المفروض نحمر شوية بطاطس، بس انا الحقيقة كسلت خالص يعني، بعد جبت شيبس من بره. كسلته تجيبوا شيبس من بره زي قشطة. الحماس اخدنا. يلا نقلي شوية بطاطس جنبها، تبقى خطيرة جدا جدا جدا، بطاطس محمرة جنب المشويات. قطعة الفحم اللي بتدينا ريحة المشاوي روعة جدا جدا جدا، بقطعة فحم صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. هنقدر نجيب طعم الكباب والمشاوي اللي بنشوفها بره وبأسعار قد كده. يلا نعملها مع بعض في العيد، وبسم الله وعلى بركة الله نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنعملها هنجيب حتة لحمة مفرومة، دي تقريبا حوالي ربع كيلو، ما كملتش والله يا جماعة نص كيلو. دي حوالي ربع كيلو لحمة مفرومة، او اقل حاجه بسيطه كده. عليها طبعا بصله مبشوره، واحنا عصرنا الميه بتاعتها. وانتوا عارفين طبعا، انتوا عارفين مقادير الكفته سهله جدا جدا، وعملناها في اكتر في فيديو مع بعض. هنحط عليها رشه ملح، رشه فلفل، ادي الملح بتاعنا، ورشه فلفل اسود، وهنحط شويه قرفه صغيرين كده، ادي القرفه. لو عندنا شويه بقدونس، عودين بقدونس كده صغيرين، ممكن نطعم بهم الكفته. مفيش تمام. بعد كده بقى هنحط الرشه السحريه اللي هي البيكنج باودر. انتوا عارفين طبعا فايدتها، بتنفش الكفته كده وبتديها طراوه، حاجه جميله جدا. بعد كده بقى هنخلطهم كده مع بعض. انا في الاثناء دي نقعت حوالي نص كوبايه بس برغل، عشان نعملها في الكفته، عشان الكفته تمسك نفسها كده شويه. انا هنا استخدمت برغل الضحى، تقدروا تستخدموا النوع اللي تفضلوه. هي حوالي نص كوبايه، ما كترتش. وبعد كده بنغسلها اكتر من مره لغايه ما الميه بتنضف بتاعها، وبعد كده بننقعها في ميه سخنه، وبعد كده بنعصرها وبتوصل معانا زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما يبانش في الكفته. تمام كده. دول زي ما قلت لكم يا حلوين نص كيلو، نص كوبايه برغل. تمام كده. بعد كده هنخلطهم كلهم مع بعض، وهنسيبها كده ترتاح في التلاجة على ما نجهز بقيه المقادير اللي معانا. اكلة النهارده عشان تاكلوها طعمه جدا جدا، واللحمه جوسي ومستويه كده، وحاجه فاخر من الاخر. هنعمل الخلطه، وبعديها حوالي هنسيبها يا حلوين اقل حاجه ساعتين في التلاجة، ونبدا بقى نطبخها. تمام كده. بعد كده بقى اللهم بارك، ده كيلو لحمه برضو زي ما انتوا شايفين، اللحمة ملبسة كده وكلها دهون كده، يعني من ده على ده يعني. هنعمل منها النهاردة احلى كباب.
انتوا عارفين ان الكباب بنبقى عايزين يعني دهون ولو بسيطه كده عشان اللحمه تستوي معانا، بس الكلام ده على الشوايه. النهارده هنعمل الكباب في الصينيه من غير تدخين، وحاجه لوز اللوز، حاجه جامده جدا. بعد كده بقى هنعصر عليها بصلايه، هناخد الميه بتاعتها بس. تمام كده، احنا كده مع بعض هنعمل خلطه الكباب. تمام كده، يعني بصلايه كبيره كده هنعصر، هناخد الميه بتاعتها بس. وادي معلقتين صلصه، او تقدري تبشري لو مفيش صلصه جاهزه تبشري طماطمايه كبيره. وبعد كده حوالي ليمونتين. بعد كده علبه زبادي، زبادي عاديه جدا يا حلوين، مش لازم الزبادي الغاليه، اي زبادي. تمام كده، يبقى احنا هنا حطينا ميه بصله، حطينا معلقتين صلصه، حطينا زبديه. يلا بقى نبدا نبهر الكباب كده ونشوف. حطينا رشه الملح، حطينا رشه فلفل. تمام كده، دي بهارات لحمه. وده توم باودر، وادي رشه خل. وبعد كده هنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. انا هنا عفوا حطيت نص معلقه سكر. لو اللحمه معانا كبيره شويه وهتغيب في السوا هنضيف نص معلقه سكر. تمام كده، بعد كده سبتهم حوالي 3 ساعات في التلاجة. انا كده بادئه اجهز بعد ما قعدت حوالي ساعتين، ساعتين ونص كده، او 3 ساعات مش فاكره، بس هو مش اقل من ساعتين. تمام كده، يلا بقى بعد كده نقوم بقى نروح على البوتاجاز ونبدا نجهز مع بعض الكباب الخطير جدا جدا. هنجيب صينيه زي ما انتم شايفين، اي صينيه مش لازم تيفال، ونقوم حاطين فيها معلقتين 3 زيت، وهنحط فيهم حته ليا دهنه من اللي احنا بنسيحها، اللي بتجيلنا مع الاضحيه كده في العيد، كل سنه وانتم طيبين. انا مسيحاها كده وعيناها في التلاجة، اخدت منها معلقه. لو مش متوفر عندكم ممكن تحطي حته دهنه من اللي جايه في اللحمه. تمام كده، بعد كده هننزل فيها بقى باللحمه. طبعا الخلطة المنقوع فيها الكباب ديت خطيرة جدا جدا، احنا هنسوي بيها الكباب دلوقتي وهقول لكم هنعمل مع بعض ايه. دي كنز، دي مش هنرميها يا حلوين، هي اللي هنسوي بيها الكباب. تمام كده، ريحتها خطيرة جدا. بعد كده هنبدأ بقى نقلب في اللحمة. في الأثناء دي يا حلوين زي ما انتوا عارفين هنعلي النار عشان اللحمة ما تفقدش كل السوائل اللي فيها. هي هتبدأ تنزل في السوائل بتاعتها، هي بسيطة مع الزيت. طبعا يكون زي ما انتوا شايفين كده الصينية بتتكتك كده لأن النار عالية. بعد كده هنبدأ نهدي بقى عشان تستوي. هنقعد بقى نقلب 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 في اللحمه لغايه ما تديلنا درجه حلوه كده، شبه درجه تحمير اولى كده، حاجه جميله جدا. ريحه الوصفه خطيره جدا جدا جدا. الوصفه دي بالملح بالبهارات بكل حاجه جاهزه جدا، جاهزة عفوا للأكل على طول، بس بعد التسوية بإذن الله. كل ما تشوفوا يا حلوين كل ما هنقلب كده وهنحس المية بتاعتها قلت شوية، احنا كده في الأثناء دي هدينا النار. كل ما المية تقل نزودها مية من مية الخلطة اللي معانا. لو مية الخلطة اللي معاكم خلصت يا حلوين ولسه اللحمة عايزة تستوي تقدري تضيفي حوالي نص كوباية مية سخنة. بعد كده تظبطي ملحك ويبقى معاكي شوية كباب، حاجة لوز. بعد كده تعالوا بقى نشوف الكفتة بعد ما ارتاحت في التلاجة. الكفته اللي عملناها بالبرغل مع بعض، ده طبق وفيه ميه البصل اللي احنا اخدناه للكفته، وفيه معلقه كاتشب وملح وفلفل. تمام كده، ده بقى يا حلوين اسمه قميص كده، بنجيبه من عند الجزار او هيبقى عندكم في الاضحيه بقى، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل عليه الطرب كده. انتوا عارفين الطرب دوت كفته وصفه الكفته العاديه جدا جدا، بس بدل ما بنرصصها كده في صينيه او على السيخ كده، او اسياخ الشيش طاووق، لا هنلفها في القميص ده اللي هي زي الدهنه كده. تمام كده، وهندخلها الفرن. هنشوف مع بعض كده هنعمل ايه. الوصفه دي خطيره جدا جدا، مش قادره اقول لكم. الدهون دي اللي هي القميص ده لما بتستوي كده وبتشوي بتدي الكفته ريحه وهم جدا جدا. بجد هتفرق معاكم كتير، هتعجبكم جدا جدا. شايفين اللهم بارك، احنا هنلفها زي الرول كده. كل الدهون دي دلوقتي في الفرن هتتشوي وهتنزل ومش هتشوفوها، يعني تبقى باين منها اثار بسيطه كده، بس بجد هتعطي للكفته طعم وهم. دي كده يا حلوين الطرب. تمام كده، هنعمل شويه صغيرين كده، وبقيه اللحمه هنعمل كفته عاديه عشان يبقى عملنا مع بعض نوعين كفته. زي ما انتوا شايفين كده برضو هنجيب الكفته هنعملها على السيخ ده.
وممكن انت مش لازم السيخ كده، ممكن تجيبيها وتظبطيها رول كده على قد القطعة اللي انت مقصقصاها، اللي هي القميص ده عفوا. على قدها كده بتقيسي معاها كده زي ما انتوا شايفين كده، وتبدأي بقى تفرديها بسوي القطعة الدهنة اللي معانا او الطرب. تمام كده. دي زي ما قلت لكم اسمها قميص، وهي مش غاليه، باسعار رمزيه يعني، ما هيش غاليه. تقدروا تجيبوها من عند الجزار لو ما جيتلكوش يعني في الاضحيه وكده. بعد كده هنلفها لفه بسيطه كده رول، ما تحاولوش تعملوها اكتر من لفه عشان ما تبقاش سميكه والكفته ما تستويش معانا. الزيادات قصوها زي ما شفتوا كده. تمام كده. هعمل صينيه بالشكل ده، وهعمل بقيه صينيه الكفته بالكفته عاديه جدا زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. بعد كده هنحط لها شويه ميه تحت في الصينيه عشان تستوي على البخار كده وما تلزقش معانا في الشبكه. نرفعها كده على شبكه، ولو ما فيش شبكه تقدري تحطي ورقه فويل وتكبي وتدهنيها زيت، او تكبي فيه عليها معلقتين صلصه وتدخليها الفرن. بقيه الكفته بقى هنعملها كفته عاديه، نعمل 70 كفته كده عشان يبقى عملنا الكفته الطرب وعملنا الكفته عاديه جنب الكباب. اكله جامده جدا جدا. مستنيه منكم كومنت حلو زيكم كده، تقولوا لي ايه رايكم، ويا رب تكونوا بتجربوا الوصفات بتاعتي وتجربوا الصينيه الجامده جدا جدا اللي بكيلو لحمه بس. بجد هتعمليها وهتشرفك قدام ضيوفك، واكله جميله جدا جدا. يلا نروق على اولادنا ونعمل كده اكلات حلوه كده وجميله في العيد. بعد كده يا حلوين زي ما انتم شايفين كده، هنبدا بقى نصبع بقيه شويه الكفته اللي معانا زي ما انا قلت لكم. اللي في الطبق دوت ميه البصله وكيس كاتشب وملح وفلفل. بعد كده عملنا بقى اللهم بارك، عملنا الشوية دول كده من غير اللي هي الدهون بتاعت الطرب دي، عشان اللي مش بيحب ده يحب ده. تمام كده. يلا ندخل الحاجات الحلوة دي كده الفرن ونشوف. اللهم بارك. ادي الكباب بسم الله ما شاء الله، لحمة الكباب حاجة جميلة جدا. وادي الطرب اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللهم بارك سمك الكفتة بقت قد ايه؟ خطيرة جدا جدا. اللي بالدهون دي خطيرة جدا. الاكل سخن نار لسه على فكرة خارج من ثواني. يلا بسم الله على بركة الله. نبدأ بقى نرصص الاكل كده ونشوف. انا عملت جنبهم شوية رز اصفر، رز بسمتي ورز اصفر كده بالكاري، حاجة خطيرة جدا جدا جدا. ومطعمينه بالفحم وحاجة بجد يعني اكلة روعة. يلا اتمنى كلكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. بعد كده بقى نبدأ نفردهم كده مع بعض. ولو انتوا ما عندكوش صينية كبيرة تجمعوا فيها الاكل مع بعضه كده، ممكن تعملوها اطباق صغيرة كده وتعملوها شكل وجبة، هتبقى شيك جدا. بعد كده هنبدأ بقى نرصص الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها كده مع بعض. يبقى احنا النهاردة عملنا الكباب الخطير جدا جدا من غير فحم، من غير دخنة في البيت. وعملنا مع بعض الطرب باللحمة المفرومة. وعملنا مع بعض كفتة عادية. رب الوصفة تعجبكم. ده الطرب يا حلوين شايفين اللهم بارك ما شاء الله، بتضاعف كمية الكفتة. وريحة الدهون لما بتشوي خطيرة جدا جدا، وهم حاجة فاخر من الآخر، هتعجبكم جدا جدا. بعد كده بقى تبدأي ترصصيها بقى بالطريقة اللي تعجبكم. ممكن زي ما قلت لكم نحمر شوية بطاطس محمرة جنب الأكلة دي، بس حقيقي يعني كنت هلكت خلاص بقى كده فجبت شيبسي. تمام كده. يلا بقى نرصص كده الاكل اللي معانا جميل ده كله كده. اللهم بارك. الطرب دوت احنا بعد ما بتطلع من الفرن انت بتقسميها بقى قطع كده زي ما انتوا شايفين كده. ودي الكفته العاديه. دول من ربع كيلو لحمه والله حلوين، ما كملتش حوالي نص كيلو لحمه مفرومه. دي كانت قطعه صغيره ما كملتش حتى نص كيلو. عملنا منها الطرب زي ما شفتوا، وعملنا الكفته العاديه. لكن الكباب حوالي كيلو. انتوا ممكن تعملوا نفس الخطوات بحوالي نص كيلو لحمه او بحوالي ربع كيلو لحمه، وتقدروا تقسموه وتعملوا منه الصنفين. مش لازم كميه زي ما انتوا عارفين، ممكن نعمل باقل التكاليف كل اللي نفسنا فيه. وادي الكباب شايفين درجه الشوي خطيره جدا جدا، من غير دخنه ومن غير بهدله في الشقه. وبيستوي بالميه الخلطه بتاعته، حاجه منه فيه كده حاجه روعه جدا. بعد كده بقى هنرصصها الترصيصه الجميله دي زي ما انتوا شايفين كده.
في الاثناء دي انا حمرت شويه عيش كده في الفرن. اي عيش عندنا يا حلوين هنقطعه زي السمبوسه كده او مثلثات، اي تقطيع زي ما انتوا عارفين، وهنحمصهم في الفرن برشه زيت وفص ثوم وملح وفلفل، وهندخلهم الفرن هيتحمصوا شوية عيش. حاجة خطيرة جدا جدا جنب الأكلة الجميلة دي. يا سلام بقى وشوية طحينة، بجد أكلة وهم. تقدروا تاكلوا بالرز كده وتقدروا تاكلوها بالعيش. هنشوف كده مع بعض كده الفينش الأخير. يا رب وصفة النهاردة تكون عاجباكم، واشوف منكم احلى كومنت كده وتكتبوا لي وتقولوا لي ايه رأيكم، ويا رب تجربوها. ولو يا حلوين زي ما قلت لكم بأقل التكاليف اعملوا كل اللي نفسكم فيه. تمام كده. لو وصلتوا لهنا صلوا على النبي محمد كده وقولوا لي ايه رأيكم بقى. شايفين انا عملت العيش ازاي؟ انتوا ممكن تعملوا مثلثات اصغر من كده، انا كبرت سمكها شوية عشان عملت جنبه طحينة. تاكلوه بالطحينة حاجة خطيرة جدا. لو جربتوا الوصفة دي هتدعوا لي وقولوا لي بقى ايه رأيكم. بعد كده بقى هترصصوها اي ترصيص كده. ممكن يا حلوين لو مش متوفر عندنا الرز البسمتي ممكن تعملوا رز مصري عادي جدا، وبرضو هتحطوا له البهارات زي الكاري ومعلقه الكركم ومكعب مرقه، وهنعمل واللومي وقطعه قرفه. هنعمل احلى شويه رز، مش لازم يكون الرز البسمتي، ممكن رز عادي جدا. تمام كده. ايه رأيكم بقى في المنظر الجميل ده؟ حاجة كده تفتح النفس وحاجة فاخر من الآخر، تعجبكم جدا جدا. تقدروا تعملوها على غدا على عشاء، خفيفة وطعمة جدا. ممكن من غير الرز هتعملوا شوية مشاوي جنبها طحينة وسلطات، برضه هتبقى أكلة خطيرة جدا. شايفين يا حلوين؟ ده بقى شيبس عادي جدا من بره. لو انتوا تحبوا تحمروا بطاطس زي ما قلت لكم اعملوا بطاطس محمره جنب الاكله دي، تبقى برضو خطيره جدا. بعد كده بقى هنرصها اي ترصيص كده. يا رب الوصفة تكون عاجباكم يا حلوين، ويا رب كده يكون الفيديو سهل لطيف على قلبكم كده النهاردة. انا معلش طولت عليكم في مساحة الفيديو، حبيت اجيب لكم الخطوات بسيطة من غير ما اسرع الفيديو، علشان ان شاء الله ان شاء الله تجربوها كده وتقولوا لي ايه رأيكم. شايفين؟ اللهم بارك. يعني بكيلو لحمة واحد بس عملنا الصينية الخطيرة جدا جدا دي. وبعدنا بقى يا حلوين عن الفتة واللحمة المسلوقة والخضار واللحمة والأكل اللي زهقنا منه كلنا ده. يلا نغير كده ونعمل، نبعد عن الأكل التقليدي ده ونعمل الصينية الجامدة جدا دي، تعجبكم جدا جدا جدا. في الأثناء دي كده يا حلوين أنا ولعت كده على قطعة فحم صغيرة عشان تدينا ريحة المشاوي، وتقدر تحطها على ورقة فويل، طبق صغير، اي حاجة كده. وبعد كده هننزل عليها برشة زيت صغيرة، اللهم بارك، هتديكي ريحة عظمة جدا. قطعة فحم صغيرة بس بجد بتدي ريحة حاجة جامدة جدا جدا، بتغير من طعم الأكل خالص. عطت للرز ريحة دخنة المشاوي مع الكباب مع الطرب مع الكفتة مع العيش المحمص. أكلة خطيرة جدا جدا جدا. يا رب تجربوها وبقل التكاليف زي ما قلت لكم. يا رب الخطوات النهاردة تكون سهلة وبسيطة كده، والفيديو لطيف وعجبكم. يا رب الوصفة تعجبكم يا حلوين. باي باي.